فيلمنا بيبدأ مع لايت، طالب مدرسة عبقري بيبيع الواجبات المدرسية والامتحانات للطلبة ومعجب بزميلته مية. وأثناء ما هو قاعد في ملعب المدرسة بتحصل عاصفة قوية وبيقع عليه مذكرة من السماء مكتوب عليها مذكرة الموت، وبياخدها معاه وبيلاقي إن مية بتتخانق مع كيني لأنه كان بيتنمر على طالب تاني، وبيحاول لايت إنه يدافع عنها لكن بيتضرب هو كمان وبيغمى عليه وبيقع الورق بتاعه من الشنطة. وبتشوف مديرة المدرسة وبتلاقي إن الورق ده واجبات مدرسية وامتحانات لطلبة تانيين وبتحوله للتحقيق، وبيضطر إنه يقضي أسبوعين في احتجاز المدرسة. وأثناء ما هو في الحجز بيطلع مذكرة الموت اللي اترمت عليه وبيفتحها وبيلاقي إن في قوانين ليها، ومن الشروط دي إن البشر اللي هيتكتب اسمه في المذكرة دي هيموت، ولازم يكون الكاتب بيفكر وعارف وش البشر اللي هو عايز يقتله. وبيكمل لايت تأليف في المذكرة بيلاقي كلام كتير لحد ما النور بيقطع وبيلاقي إن في صوت جاي من ورا وبيتحرك على مصدر الصوت، فبيلاقي كائن شكله غريب واقف في الضلمة وبيترعب لايت وبيحاول إنه يهرب من الفصل لحد ما بتقع منه التفاحة بتاعته وبتروح ناحية الكائن ده وبياكلها والدنيا بتهدى من حوالين لايت. وبيبص وراه بيلاقي الكائن بيكلمه وبيقوله إنه ممكن يعتبر كل اللي بيحصل حواليه ده حلم حقيقي وإنه متحكم في الحلم ده. وبيسمعوا صوت بنت بتصرخ من الشباك، وبيروح لايت يبص من الشباك بيلاقي كان اللي ضربه قبل كده بيتنمر على بنت تانية، وبيقترح عليه الكائن ده انه ممكن يجرب المذكرة اللي في ايده عن طريق انه يكتب اسم كيني فيه، وبيقول له كمان انه ممكن يحدد طريقة الموت بتاعت صاحب الاسم المكتوب بالطريقة اللي يحبها. وبيكتب اسم كيني في المذكرة وطريقة الموت اللي هي قطع راس، وبيقول له الكائن انه بيتفرج على كيني وعلى اللي هيحصل له. وبتكون ست ماشيه بحاجات في ايدها وبتقع منها فبتخبط في كرة سله في ايد شاب، وبيجري ورا الكرة وبيعدي الشارع فجأة وبيقف قدام عربية ماشية وبتحوت فجأة، وبيكون السبب ان العربية شايلة سلم معدني وبيجي راس كيني. وبيقول الكائن ان في ايده قوة عظيمة يقدر يستغلها، ولو رفض يستخدمها يسيب المذكرة في اي مكان وينسى اللي حصل، وبيختفي الكائن فجأة من قدامه. وبيجي نهاية اليوم وبيكون لايت قاعد مع والده وهما بيتكلموا عن رجل عصابات اسمه أنتوني واللي قتل والدته وبسبب نفوذه خرج من السجن وما اتحكمش. بعدها بياخد لايت تفاحة وبيطلع يكمل قراءة في مذكرة الموت، وبيشوف ان في قوانينها ان كل صفحة المذكرة فيها نفس قوة الموت، وان ممكن اي شخص يستخدمها ويكتب فيها، لكن الحارس هو بس اللي مسموح له ان المذكرة تفضل معاه بعد 7 ايام، غير كده هتختفي من الوجود وتختار حارس جديد. وبيلاقي ان في حد كاتب في المذكرة ان مفيش حد يثق في ريوك لانه مش صديق، وبيسمع صوت من وراه وبيعرف ان ريوك ظهر تاني وبيديله التفاحة بتاعته. وبيلاقي قدامه وبيسأله لايت عن ايه اللي يقدر يعمله بالمذكرة، وبيشرح له ان المذكرة قادرة تتحكم في اللحظات الأخيرة قبل موت الشخص، وان أقصى مدة لتحديد وقت موت صاحب الاسم هو يومين بس، وان لازم تكون طريقة الموت المكتوبة واقعية. وبيقولوا ان آخر حارس المذكرة مات، علشان كده فضل يدور على حارس بداله لحد ما لقاه هو، ولو مش عايز المذكرة ممكن يسيبها وبعد 7 ايام هيبدأ يدور على حارس جديد غيره. وبيقرر لايت انه هينتقم لموت والدته بنفسه، وبيروح يجيب ملف التحقيق من عند والده وبيبدأ يكتب اسم أنتوني في المذكرة، وبيكتب طريقة وفاته في المذكرة وبيقفلها، وبيكون